ازاي سمعتي اتبنت على ثقة الناس. السمعة ما بتتبنيش بكام بوست شكله حلو ولا بإعلان شكله شيك. السمعة بتتبني بالمواقف، بقرار أخدته علشان تحمي العميل، بكلمة قلتها بصدق في وش العميل، بشكل من أشكال الاستثمار اللي قررت فيه تطلع العميل كسبان، مش بس تبيع له علشان تحقق مكسبك. ومن أول يوم اشتغلت فيه الشغلانة دي وأنا عارف إن الناس ممكن تنسى السعر وتنسى الخصم، لكن مستحيل تنسى الإحساس اللي أنت خليتهم يحسوا بيه. وما أصحى من النوم على رسالة زي دي من عميل مش مصري بعد ما يسافر ويغادر البلد، دي أهم وأحلى وأحسن وأقيم بكتير من أي مكسب مادي أنا ممكن أحصل عليه. وعلشان كده حبيت أشارك معاكم الرسالة دي مع بعض. حياك الله اخي العزيز استاذ احمد، والله ليس تملقا، والله كلام يخرج من القلب، والله اخ عزيز، والله انك كفو واخ عزيز، وهذا مكسب لنا كبير، يعني تعرفنا عليك. وهذا هاي مصر، يعني هذه نموذج مصر بصراحه. يعني الشعب المصري شعب راقي بصراحه، يعني نسال الله يبارك فيكم يا رب، ونلتقي باذن الله عز وجل. واي شيء تركيا تحتاجه او في الامارات، اي شيء انا حاضر والله. يمكن السوق بيتغير بسرعة والأسامي بتظهر وتختفي من على الساحة بسرعة، لكن اللي بيفضل ثابت حقيقي هو الثقة. والثقة دي أنا ما اشتريتهاش، الثقة دي اتبنت طوبة طوبة مع كل استشارة حقيقية بنقدمها للعملاء بحب وبشغف وبهدف إن العملاء تفهم وتستفاد وتحقق أهدافها. وده مش مجرد مجهود يوم ولا اتنين ولا حتى ضربة حظ، ده مجهود شهور وسنين وتعب وسهر علشان نقدم حاجه بروفيشنال الناس دايما تفضل فاكرانا بيها. ولان كل عميل بيتعامل معانا هو جزء من اسرتنا ومن عيلتنا، مش مجرد بيعه وصفقه بتتم، دي حاجه غاليه علينا زي ما هي فعلا غاليه ومهمه عندك بالظبط.